السلام عليكم خوتي خواتاتي والجمهور المغربي سخط على الركراكي. المالي وحنا فينا يا السنغال، فينا يا الجزائر، فينا يا مصر. الماتش بصفه نهائيه هذاك الشيء اللي كنا مأولين عليه ماشي هو هذا. حشومة عليكم المغاربه، زيروا معانا زيروا معانا. ولا في لي ماتش اوفيسيال كيقراو فاسيلمون الخطه ديالو. وصراحه الميساج اللي بغيت نوصل للعابه ولا الوليد ولا الستاف اللي معاه، حشومه خصهم ياخذوا بعين الاعتبار التكرفيس اللي كيتكرفسوا الجمهور. راه غير لو فيت باش تاخذ تشيكي سي با فاسيل، دونك هاد الناس خصهم ياخذوا هاد الامور بعين الاعتبار. الجمهور كيسوفري وما عمرنا ما غنسمحوا له. الا مشات هاد لاكوب من البلاد ديالنا ما عمرنا ما غادي نسمحوا له. دونك يتقاتلوا معنا ويكونوا رجال، يكونوا رجال. مازال ما ضيعناش لاكوب، مازال كلشي بين يدينا. يكونوا رجال ووليد يحيد من نقصه وحيط الراس ويتصنت شويه. راه الجمهور راه تيفهم في الكره، الجمهور المغربي راه فريمون عندنا 40 مليون مدرب، احنا تنفهموا في الكره. الا بان لينا مرابط كان ضعيف ولا السيباري كان ضعيف فراه ماشي بوحدو هو اللي غيشوفهم مزيانين. احنا فريمون شفناهم كوسوس ولا في الماتش الاول ولا في هذا الماتش راهم كانوا ضعاف. وحشومه راه حشومه الناس يجيو وتكرفيسه والشتا وباش خدينا التشيكي راه سوفرينا باش خدينا التشيكي وحرام عليهم. دونك ياخذوا هادشي بعين الاعتبار. واللعابه الا لاحظتوا المنتخب د مالي كنلعبوا بواحد لاكرينتا ولعبوا بواحد سميتو وحنا لاعبين مرخيين وكنتفلاو بحال لاعبين ماتش د البنات. ويكونوا معنا يترجلوا معنا شويه بهذا المفهوم. خصهم يترجلوا معنا الا بغينا ناخذوا لاكوب. راه لاكوب ماشي سهل، كوب دافريك ماشي سهل. شوفوا المنتخبات الاخرين، شوفوا المنتخب المصري والمنتخب الجزائري، الناس كيتقاتلوا وما يمكنش يتفلاو علينا. راه حرام، حنا مازال معاهم ومازال كنساندوهم، ولكن ما حرام عليهم ما يضيعونا، ما يضيعوش هاد الجمهور. لا كوب دافريك باقا بين يدينا ولكن خصنا نتقاتلوا باش ناخذوها. شكرا. اول حاجه كاين راه حنا نشوفوا اللعب، الفرق ما بين اللعب ديالهم فرق شاسع. لعب جوج فرقات شويه صعابين، مالي كومور هي لا سوربريز هذا العام. دونك فوالا ما خصناش ننساو هذا الشيء. ربحنا 2-0 دابا درنا 1-1. المالي كان سوليد ما خصناش نكذبوا. والركراكي كلشي كيقول ركراكي ما غير مومون سي لي جوار حتى هما خصهم يعطيو. الكعبي كان ثقيل للقدام. اوكي دار لا فوت ركراكي في دياز، مي الله اعلم واش كان عنده شي لاجين ولا لا. ابخي دابا خص نكونوا مع الفرقه ديالنا المغرب. راه الجمهور كيبقى يمشي على 80 مينوت، خص بنادم يبقى معنا. وهو عنده الصراحه لما تيجي تقول لي 4 مرشحين للبطوله اقول لك المغرب مرشح الاول. المغرب. ايوه، عدم النجاح والفوز بالبطوله وانت بتنظمها فشل، عشان نكون صراحه. وهو عارف، وليد عارف النجاحات اللي معموله قبله عامله ضغط عليه، لان في الشارع يقول لك لو ما خدتش البطوله هناك تغيير. والنتائج اللي هتحصل في كاس الامم الافريقيه لها تاثير على المنتخب المغربي في كاس العالم. بس اذا لازم نكونوا حاضرين. لكن كانت هناك العديد من الاشياء اللي كانت ممكن ان تحسن من اداء المنتخب المغربي، خصوصا التغييرات اللي كانت غير منظمه. انا اظن بان خروج مرابط وخروج السيباري كان لازم هو الاول يخرجوا هاد اللاعبين اثنين، والاحتفاظ بابراهيم دياز وأناحي اللي كانوا افضل في المباراه، اللي كان ممكن يشكلوا خطوره اكثر. ريتمانا يدخل من بعد بن الصغير والرحيمي. ابراهيم دياز كان خطير في المباراه، كان دائما يلعب ما بين خطوط. حدث لك 3 ديال اللاعبين ديال المدافعين ديال مالي. بعد خروجه شفنا ان المدافعين ديال مالي هم اللي بداوا الان كيهاجموا علينا في المرتدات. لذلك فاظن بان التغييرات كانت شيئا ما غير مرتبه وليس في توقيتها المناسب، لان ايوب الكعبي كان ممكن يلعب مع النصيري كمهاجمين، ونشوفوا هاد المهاجمين سوف يكون تنشيطهم في عمق الملعب في دفاع المنتخب المالي. في الاخير كان هناك فقدان للتوازن اللي كان شكل شيئا ما خطوره على فريقنا، خصوصا في الارتداد الدفاعي اللي كنا شيئا ما. وكاين شيء اخر مهم جدا، ان المنتخب المغربي لازم ايضا يحسن من الاستراتيجيه. ما هي الاستراتيجيه؟ وهي الكره الثابته الهجوميه، لا نستفيد منها، ضيعنا فيها كثير في المباريات. معلومه معروفه الكره الماليه دائما، لكن الشوط الثاني كان مختلف صراحه. ما شاهدناش اشياء جيده، خصوصا كما قلت بعد التغييرات. وهذه فرصه ضمن هذه اللي لو سجلناها مع بعيد الشوط الكعبي هذه سجلها الكعبي. يمكن لك بعض بطء في اتخاذ القرار، كان متاخر بعض الشيء. لو تسجلت هذه ستكون هناك مباراه اخرى، لكن ما شفناش الانسيابيه دائما في العطاء، خصوصا الشوط الثاني. الضغط، الفرص، التسديد على المرمى من بعيد، العرضيات. انا اعتقد ان هذا اختبار لشخصية الفريق. نتيجة فقط اختبار لشخصية الفريق في مسيرة فيما بعد. نعم، وكيف ستكون ردة فعل. هو أنا أتفق معه في حاجة واحدة. وليد قال أن هي
كما قلت اختبار لشخصيه الفريق كيف ستكون ردة فعل في المباراه المقبله ضد المنتخب الزامبي. ليس اختبار للمدرب لانه حتى القرارات التي اخذها المدرب يبدو انها كانت شوف خصوصا يعني احنا كجمهور كمشاهدين او نحيي مبكرا او نقاد. نعم احنا شفنا المباراه، بالعكس انا شفت ضعف الفريق اكثر من النواحي الهجوميه، وما شاهدناش الخطوره، ما شاهدناش هذيك الانسيابيه في العطاء، خصوصا لكن بعض الاحيان حتى اخطاء دفاعيه، لان حتى خطا يميق صراحه ضربه الجزاء مش بهذيك الطريقه. فانت لاعب كبير ولاعب عنده خبره وتجربه وتعمل التاكلين داخل مربع العمليات، لان كان هناك لاعب اخر مزراوي كان لا داعي لهذاك التاكلين. احيانا حتى ذكاء اللاعبين لازم يكون حاضر. احنا ما نحطوش المسؤوليه دائما على المدرب، لكن حتى بعض الاحيان اللاعبين خصهم يتحملوا المسؤوليه بعض الشيء. احمد محمد، منتخب المغرب يعاني من اشياء كثيره، من بينها مثلا الكره الثابته. لاحظنا بانه لا الركنيات ولا المخالفات المباشره لم يستفد منها منتخب المغرب مطلقا، باستثناء ركله الجزاء التي هي في نهايه الامر كره ثابته، ولكن كل الكرات الثابته غير ذلك المنتخب المغربي لا يوجد التعامل معها. المغرب كانوا معولين، المغاربه ديسو بالتعادل. شنو السبب ديال التعادل؟ كنظن الدراري داروا مباراه كبيره الصراحه، ملي كتدير واحد البيلون نقصاتنا شويه اللمسه الاخيره، ولكن الحمد لله الواحد خصو يركز على المباراه الاخيره باش يفوز ان شاء الله ويتاهل. ردة فعل الجمهور كيفاش كتبع لنا في الشهاديه؟ وحنا ديما كنشكروا الجمهور اللي تيجي يساندنا، كنحسوا بواحد المسؤوليه بان خصنا نكونوا في مستوى كبير باش 40 ماتش على التوالي، 70 ماتش على التوالي، وحنا احتمال طبعا دوزيام بلاصه هي عركات. انت شي مشكل اليوم تعادل كونتر مالي، واش كانت خيبه امل؟ ماشي خيبه امل، والفقصه ديال الامل وهذا الركراكي والسوق ميت. ابا جاب سايس وجاب لي عميق والكشابه طلعات، والله ما غندوك كاس افريقيا. كنجيو نتعصبوا، كنشوفوا العصاب بالفلوس. السر ركراكي ما كاينش اصاحبي، لا دفاع لا هجوم والو. وجاب الدراري تقاتلوا، شنو جايب؟ ما كاينش اللي كيتقاتل، شي حاكمي ما كاينش، ما كاينش حلول، وما كاين لا حلول. مالي وحنا فينا يا السنغال، فينا يا الجزائر، فينا يا مصر. مالي وحنا مالي تفرشنا. عطيني اخويا ضيف ليا. واش حشومه الجمهور يخرج من فقوس اصاحبي؟ راه تفقسنا من الاول تفقسنا. جايب لي سايس ولا غندبوا صاحبي، والله حتى غندبوا. جيبوا الكاس شي الكاس الله يخرج. حشومه مرضتونا صاحبي، تبقاو تمرضوا فينا صاحبي. حشومه صاحبي، لا كره لا والو صاحبي، ما لعبتي لا كره لا والو. خرج صاحبي لعب الكره ولا حيد علينا صاحبي، حمقتينا صاحبي وركبتي فينا الكريزه صاحبي. بغينا شي صيدليين نمشيو نشدوا لي بران دابا، حمقتينا صاحبي. حشومه صاحبي، كتقلب على بيلنتيات انت هو. لعب الكره لا تلعبها صبرك، لعب في بلادك اصاحبي. راه 50 مليون تيتفرج فيك في التلفازه و60000 في التيران وتحمقنا صاحبي. حشومه صاحبي، حمقتينا صاحبي. لعب الكره ولا سير بعادي منا صاحبي. حشومه كاع حشومه. والله الا مالي يلعبوا احسن منا بالله، والله الا بحال حنا اللي ضياف في بلادنا، اقسم بالله لا مالي احسن منا. كانوا غيضربونا بجوج وثلاثه ويثقلونا. الله يهديك اصاحبي. اما انت اخويا الياميق، انت ماشي ديال الكره، انت ديال شي باسكيت ولا شي ركوب الخيل ولا شي تزحلق على الجبال. لا والو. الكواري كاملين تسمى ما كناكلوهمش مع مالي، حتى شي كره ما كليناها. شنو حتى شي كره كلشي داوه منا، ليبراليتي ما كنستافدوش منهم. الله يهديك اصاحبي. حمقتونا اخويا، حمقتونا صاحبي. كطلع لنا كزدنا مرضنا صاحبي. الحمد لله خويا ما عجبناش هذا الماتش بصفه نهائيه. هذاك الشيء اللي كنا مأولين عليه ماشي هو هذا. بغينا شي تغييرات في محلهم، ولكن جاوا متاخرين. المهم خاصو يدير اعاده النظر بهذا النيفو هذا. بهذا النيفو ما غاديش نمشيو بعيد. بغينا الشهامه، بغينا الرجوله، بغينا النفس بغينا النفس ديال الدراري وليدات السكيتيوي. بغينا بحال هكا، ما بغيناش حنايا بنادم يلعب بنفس بارده موراهم شعب كبير. لا صراحه كاين خلل في التشكيله باش نكونوا واضحين، وهذا راجع للاختيارات ديال المدرب بدرجه كبيره. المدرب الجمهور كان كيطالب بواحد اللاعبين اللي يبينوا بانهم يستحقوا المكانه ديالهم في المنتخب الوطني، ولكن للاسف ليغو ديال المدرب كان كبر من الطموح ديال الشعب. ونتمنى انه يدارك هذه الاخطاء في الماتش الجاي باش نحسموا المرتبه الاولى في المجموعه. بطبيعه الحال فاش بين جمهورك وبهذا العدد تبارك الله اكثر من 60,000 متفرج وتجي وتعادل بهذه الطريقه مع المنتخب اللي تعادل مع زامبيا، فهذا كيدخل شكل عند اللاعبين عند الجمهور بطبيعه الحال. لا عندنا دابا 4 النقاط. كنظن بان المنتخب عنده كاع الحظوظ باش يتاهل. غير المساله اللي كتبقى فيها الحسم هي الترتيب
الصداره بحكم اننا بغينا نبقاو في الرباط اذا دخلنا الصداره تماما وحنا ما بغيناش كلشي وحتى الجمهور كلشي واخد التذاكر ديال على اساس الرباط دونك الا باغي يبعث لنا الاوراق ديالنا كاملين. Moi le message que j'ai pour les joueurs c'est calmez-vous. Récupérez bien parce que vous êtes sous émotion, vous avez trop la pression, on vous voit, c'est pas le jeu du Maroc. Vous avez régalé en 2022, il faut recontinuer à jouer au football. Ça va arriver mais avec du temps, mais reprenez le football que vous avez, dégagez la pression.